التفت جيدا، أنتم تعلمتم جميعا ماذا نعني بالكبرى وماذا نعني بالصغرى، فلا ننخدع. يقول له ما هو الدليل على أنك الإمام؟ يقول أول اسم الإمام على اسمه محمد وهذا اسمه أحمد. ما هو الدليل على أنك الإمام؟ يقول الإمام دعا للمباهلة وأنا دعت للمباهلة. فكل من يدعي المباهلة ما هو دليله؟ يستطيع أن يدعي ويقول أنا الإمام، لأنه يوجد كبرى تقول الإمام يدعو للمباهلة. هو الإمام لأن يوجد كبرى تقول الإمام دعا المناظرة، فإذا هو الإمام يقول يوجد كبرى تدعو للمناظرة. هو الإمام لأنه عدد الأشخاص شاهده بأنه هو الإمام، أو يرتدي الزي الفلاني، أو تصدى القضية الفلانية، أو امتدحه الإمام، أو أشار إليه الإمام، فإذا هو الإمام لأن الرؤيا عند ابن قاطع يقول الرؤيا حجة. التفت جيدا إلى هذا المستوى من الوهن والضعف. فأنا يعني درسنا الأصول وسرت معكم من ألف باء الأصول حتى لا ننخدع. من بداية الأمر لا يأخذك المغالط والمجادل والمدلس والدجال إلى خارج البحث وموضوع البحث. ميز، لذلك أقول لك ميز بين الصغرى والكبرى، بين الكلية والجزئية، بين النظرية والتطبيق. ميز بين أن تنقض الكبرى وتناقش الكبرى، وتنقض الصغرى وتناقش الصغرى. الآن يقول الاسم، نقول يوجد أكثر من شخص عنده ويمتلك هذا الاسم. الرؤيا يوجد أكثر من شخص شاهد، من السنة ومن الشيعة، من المنتحين ومن غير المنتحين، من المسلمين ومن غير المسلمين. يوجد مباهلة، يوجد كثير من الدعوات، من دعوات المباهلة، يوجد مناظرة، يوجد كثير من دعوات المناظرة. فأين تأتيه من الجرح، تمسكه من الجرح، من مكان الألم. لا تتعب نفسك. يدعي العصمة، هذا أبسط دليل.